من بين كل وصفات التمر اللي جربتها وعملتها كانت هالوصفة أسرع وأبسط وصفة لمعمول التمر بدون غلبة التشكيل والتنقيش والقوالب، وحتعملي كمية كتير كبيرة منها وبوقت قصير. كملي مع الفيديو لتشوفي قديه هي سهلة، ولحتى كمان تتشجعي وتقومي تحضريها لعيلتك. ومثل العادة ما تنسوني من دعمكم سواء بلايك للفيديو أو تعليق حلو مثل قلوبكم. وخلينا هلا نبلش ونحكي بسم الله. أول خطوة عنا رح أحتاج لنص كوب من المي الدافية حدوب فيها معلقة صغيرة من السكر بالإضافة إلى معلقة صغيرة مو مليانة من الخميرة وحتركهم مدة 5 دقايق. بصحن غميق رح أحتاج ل3 أكواب من الطحين، معلقتين كبار من الحليب الباودر، معلقتين كبار من السكر المطحون، بالإضافة إلى معلقة صغيرة من حبة البركة، معلقة صغيرة من السمسم المحمص، رشة صغيرة من الملح، وبالإضافة إلى المنكهات ممكن تضيفوا نص معلقة صغيرة من اليانسون، الشومر، بالإضافة إلى ربع معلقة صغيرة من المحلب المطحون وأيضا المستكة. ومن بعدها رح أبلش أضيف ما يعادل تقريبا كوب من السمنة، ممكن تخلطوا ما بين السمنة والزيت، ممكن تخلطوا ما بين السمنة والزبدة، ورح أفرك المكونات مع بعض كتير منيح، وهالخطوة كتير مهمة. ومن بعد ما تشرب عندي الطحين كامل كمية السمنة والزيت رح أنزل بالخميرة والمي، ومباشرة رح أبلش أقلب العجينة تقليب من فوق لتحت لحتى أوصل لقوام يكون عندي ناعم وطري بدون أي تشققات. رح نحتاج تقريبا إنه نضيف من ربع كوب من المي الدافية لنص كوب لحتى نوصل لقوام ناعم بالطريقة اللي انتو شايفينها. ورح أتركها على جنب لحتى أحضر حشوة التمر. بالنسبة لحشوة التمر رح أحتاج ل 500 جرام من معجون التمر، رح أضيف له معلقة صغيرة من القرفة، نص معلقة صغيرة من الهيل، وأيضا معلقة من السمنة. رح أعجن التمر كتير منيح لحتى أوصل لقوام عجينة ناعم وطري. مباشرة رح أخذ كل الكمية وأفردها على كيس من النايلون بالصينية اللي رح أعمل فيها المعمول لحتى تكون عندي بنفس السماكة وبنفس القياس والحجم. رح أفردها كتير منيح بالطريقة اللي انتو شايفينها، ومباشرة رح أتركها على جنب لحتى أرجع أعمل نفس الشي بعجينة المعمول. من بعد ما الحشوة صارت عندي جاهزة مباشرة رح أشيلها مع الكيس النايلون، ورح أرجع أحط كمان كيس نايلون ونص كمية عجينة المعمول اللي حضرناها. هلأ رح أبلش أفردها بنفس طريقة معجون التمر لحتى تكون عندي بنفس حجم الصينية. هالطريقة كتير سهلة وبسيطة. ومن بعد ما أفردها كتير منيح مثل ما عم بتشوفوا مباشرة كمان رح أشيلها لحتى نفرد أول طبقة عنا بالصينية. رح أدهن الصينية بشوية من السمنة، ورح أخذ الجزء الثاني اللي ضل عندي من عجينة المعمول، رح أبلش أفردها بنفس الطريقة. رح أفردها وأوزعها كتير منيح لحتى تكون عندي طبقة متساوية من جميع الجوانب. ومن بعد ما صارت عندي جاهزة مباشرة بنقل حشوة التمر اللي جهزناها وبحطها فوق الطبقة الأولى. بحاول ما أضغط كتير بس لحتى تصير عندي متساوية، ومباشرة بحط الطبقة الأخيرة من معمول أو عجينة التمر اللي جهزناها، كمان بفردها وبوزعها، وهيك تقريبا بتكون عندي المعمول صار جاهز. هلأ أنا بحب أدهن وجهها بشوية من القطر لحتى لما أرش السمسم يلزق عندي السمسم. فيكم كمان لو بتحبوا تحطوا أو تدهنوا وجهها بكمية قليلة من الحليب السائل. مباشرة بتقطعوها قبل الخبز وقبل التخمير بالطريقة اللي انتو بتحبوها. أنا فضلت إنها تكون بأحجام شوي صغيرة بحيث تكون عندي الكمية كتير كبيرة، وبرجع بتركها لحتى ترتاح أو تخمر تقريبا مدة نص ساعة. من بعد مرور تقريبا نص ساعة هلأ مباشرة رح أدخلها على فرن محمى قبل بوقت على الرف الوسط على 180 درجة لحتى عندي تتحمر من تحت بحيث تتحمر عندي الأطراف، ومباشرة بحمر وجهها من فوق. وهيك بنكون حضرنا أطيب وأذكى معمول تمر بطريقة كتير سهلة وبسيطة وبدوب ذوبان. لازم تجربوها، احتفظوا فيها لحتى تقدروا ترجعوا لها. وهلأ بقدر أحكي لكم صحتين وألف عافية على قلوبكم.